معركة الهري هي من أعظم المعارك اللي خاضها المغاربة ضد المستعمر الفرنسي، وكتكمن أهمية هذه المعركة هو أنها وقفت أطماع فرنسا بإخضاع باقي مناطق المغرب اللي كانت كتهدد الوجود ديالهم. وأيضا هذه المعركة كانت الشرارة الأولى لطرد المستعمر من المغرب. النفوذ الفرنسي في المغرب كان كيتمثل في منطقة الغرب والسهول الأطلسية اللي كانت قريبة للبحر وقريبة للأساطيل البحرية الفرنسية، وأيضا في جهة الشرق اللي كانت قريبة للمستعمرة الجزائر ديالهم. والمناطق اللي كانت مازال غير خاضعة للمستعمر الفرنسي هي منطقة جبال الأطلس المتوسط والصغير والكبير في وسط المغرب، وهذا الشيء كيشكل تهديد كبير على مصالح فرنسا في كل شمال إفريقيا، خصوصا أن المقاومين المغاربة متواجدين في هذه المناطق بكثرة، وأيضا المعارضين السياسيين للاستعمار كانوا كيلجؤوا لهذه المناطق. وأيضا هذه المناطق عندهم أهمية استراتيجية كبيرة من الناحية العسكرية وأيضا من الناحية الاقتصادية. المنطقة كتفصل ما بين النفوذ الفرنسي في الشرق والغرب ديال المنطقة، وكتفصل بين طرق استراتيجية مهمة وأيضا ثروات زراعية كبيرة كتمتلك هذه المنطقة اللي كانت محتاجها فرنسا. كل هذه الأسباب جعلت فرنسا أنها تقوم بحملة عسكرية كبيرة على هذه المنطقة، واختارت بالضبط مدينة خنيفرة أول هدف، لأن المدينة كانت كتعتبر من أكبر المدن في ديك المنطقة، وأيضا مدينة خنيفرة كتوسط الجبال الأطلسية. فقامت فرنسا بإرسال جيش كبير ومعهم قادة كبار وأيضا أسلحة ثقيلة ومدافع، واتجهوا نحو مدينة خنيفرة اللي كانت معقل المقاومين المغاربة بقيادة القائد موحى الزياني، اللي كانوا متسلحين فقط ببنادق متواضعة والخيول. يعني منطقيا ما يقدروش يواجهوا جيش متسلح بمدافع ثقيلة، فلذلك قاموا بانسحاب تكتيكي وخووا المدينة ومشاو جنوبا على بعد 15 كيلومتر في منطقة كتسمى الهري. فتماك قاموا بإنشاء معسكر. الجيش الفرنسي دخل مدينة خنيفرة بدون مقاومة بحكم أن المدينة انسحبوا منها المقاومين. موحى الزياني غادي يبدا بشن هجمات كر وفر على الكتائب الفرنسية بأسلوب حرب العصابات، وكان كينصب كمائن عدة على الدوريات الفرنسية والحق بهم خسائر كبيرة. من بعد القادة الفرنسيين قرروا أنهم يشنوا هجوم كبير على معسكر حمو الزياني في منطقة الهري باش يقضيو عليه. وفي نهار 13 نوفمبر من عام 1914 غادي يشن الجيش الفرنسي هجوم كبير على معسكر الهري بأربع فرق عسكرية من كل الجهات، وحاصروا المقاومين وبداو يقصفوا المنطقة بدون رحمة. ومع هذا الهجوم الكبير والقصف المتواصل المقاومين المغاربة بينوا مقاومة شديدة وإصرار كبير بصد هذه الهجمات، والفرنسيين تفاجئوا بهذه المقاومة. وقائد الحملة الفرنسية اتصاب بخيبة كبيرة من اللي شاف أنه ما قدرش يخترق صفوف المقاومين، وشاف أيضا ازدياد الخسائر في صفوف الجيش الفرنسي. وفي خضم هذه المعارك الشديدة القبائل المجاورة كلها قررت أنها تشارك في هذه المعركة، وجاو من كل المناطق باش يفكوا الحصار على حمو الزياني والمجموعة ديالو. وبدات هاد القبائل كتشن هجوم كبير على الجيش الفرنسي اللي صبح هو بدوره هو المحاصر، وكثرت الضربات وازدادت الخسائر في الجيش الفرنسي. طبعا التضاريس ديال المنطقة والعامل الجغرافي لعب دور كبير في تحييد مفعول سلاح المدفعية الفرنسية، وأيضا شدة بأس وشجاعة المقاومين المغاربة جعلتهم يلحقوا خسائر كبيرة في صفوف الفرنسيين، وقدروا أنهم يقتلوا قائد الحملة الفرنسية وعدة قادة آخرين أيضا. فاضطر الجيش الفرنسي ينسحب وبدأ الانسحاب الفرنسي، ولكن رغم ذلك المغاربة ما تركوهمش. فعلى طول طريق الانسحاب كان الجيش الفرنسي كيتعرض لعدة هجمات، وبهذا الانتصار الكبير للمغاربة انتهت كل أحلام الفرنسيين ببسط السيطرة على جبال الأطلس ووسط المغرب. وكتعتبر هذه المعركة أكبر هزيمة فرنسية في إفريقيا كما صرح غيوم أحد الجنرالات الفرنسيين.
وهذا الانتصار أيضا حقق نتائج إيجابية على جميع الأصعدة، وبينت وبرهنت قوة وضراوة المقاومين المغاربة اللي جعلوا الجيوش الفرنسية تبقى فقط في المدن الساحلية اللي قريبة للبحر أو في الأراضي المنخفضة اللي كيعتمدوا فيها على سلاح المدفعية. وبهذه المعركة كانت بداية شرارة الانطلاق لتحرير المغرب من المستعمر. فلذلك معركة الهري كتعتبر من أعظم المعارك اللي خاضوها المغاربة، واللي بينوا القوة ديالهم وبينوا للمغرب أنه الشعب الحر اللي ما كيرضاش بالذل وما كيرضاش بالاحتلال وما كيرضاش بالاستعمار.